مساء الخير. اهلا بكم فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات شرح الماس لجريد 5. كنا وصلنا مع بعض ليونت 9 كونسبت 2. هنشرح ان شاء الله النهارده كونسبت 2 كله من اول ليسون 9 لليسون 13. بفكركم في بداية الفيديو، لو لسه اول مرة تشوفونا اشتركوا معانا في قناتنا على اليوتيوب، تابعونا على جروب التليجرام وجروب الواتساب، هتلاقي اللينكس بتاعتهم موجودة في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طبعا احنا عاملين جروبز دي عشان نجاوب عليها الاسئله اللي انتم مش عارفينها، ولو في اي حاجه ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. يلا بقى نبدا الفيديو. في الكونسبت ده بنعرف بس معنى الديفيجن بتاعه الفراكشنز وازاي نعمل ديفيجن على الفراكشنز مع بعض. وهنا في الاول بيقول لي if you distribute 4 liters of milk among 3 girls، يعني انا لو عندي 3 girls هوزع عليهم 4 liters. ده معنى الديفيجن، يعني انا عندي 4 لتر وهوزعهم على مين؟ على ال 3 girls. then each girl has 4 divided على 3، يعني هنعمل ايه؟ هتبقى 4 divided على 3 or 4 over 3. تمام؟ دي معنى ان انا بوزع ال 4 لترز على 3 girls. تمام؟ يبقى 4 من فوق اللي هو النمبر اللي انا هوزعه divided على ال 3 girls اللي هم هياخدوا ايه؟ الحاجة دي. تمام؟ طبعا ممكن اعبر عن الموضوع ده بان انا اعمل موديل زي كده. 4 لترز، عندي 4 لترز زي كده كبار، وبقسم كل واحدة دايفاد على 3، يبقى 4 اوفر كام؟ اوفر 3 زي ما قلنا. وبرضو ممكن نعبر عنها بديفيجن الجوريزم زي كده. بنعمل 4 هنا لو نفتكر، فبنعمل 4 هنا وال3 هنا، وبنعملهم ازاي؟ 4 دايفاد على 3 بنقول انها بتيكوال 1، ال1 بيبقى من فوق كده هنا، 1 times 3 equals 3. وبعد كده نعمل 4 minus 3 equal 1، يبقى هي 1 ده الريميندر اللي هو كنا بنقول عليه R في الفيرست تيرم اللي هو الريميندر. يبقى ريميندر 1 over كام؟ 1 over الديفيزور اللي هو 3 هنا. يبقى كده الكوشنت بتاعنا 4 دايفاد على 3 بيكوال 4 over 3 أو 1 over كام؟ 1 over 3. هنا اكزامبل بسيط كده بيقول لي write the division expression، يعني اكتب لي الاكسبريشن بتاع الديفيجن اللي هو بيعبر عن الديفيجن. وبيقول لي that represents each of the following situations and write the quotient as a mixed number using algorithm. هنستخدم برضو division algorithm. هنا بيقول لي في number A divide 7 oranges between 2 students، يعني انا عندي 7 orange وعايز اوزعهم between 2 students. تمام؟ يبقى كده هنعمل ال 7 هي اللي divided على 2 او 7 over 2. 7 over 2 بتيكوال 3. 3 times 2 equals 6 plus 1 equals 7. يبقى 7 over 2 بتيكوال 3 and 1 over كام؟ over 2. تمام؟ طيب لو عملناها division algorithm زي ما هو عايز، هنا هنعمل ال 7 هنا وال 2 هنا. 7 divided على 2 بتيكوال 3، بنكتب 3 هي النتيجة هنا 3. وبعد كده 3 times 2 equals 6، بنعمل ماينس، وبعد كده بنقول ان 7 minus 6 بتيكوال 1. يبقى عندي 1 over كام؟ over ال 2 اللي هو الديفيزور. تمام؟ يبقى 7 over 2 بتيكوال 3 and 1 over 2. distribute 7 apples among 4 students. تمام؟ يبقى انا عندي 7 apples وعايز اوزعهم على 4 students. دي برضو نفس الحكاية، بعمل 7 divide على 4 او 7 فوق over، يبقى 7 كنيوميريتور وال4 دينومينيتور، ف 7 over 4 بتيكوال ال 7 ديفايد على 4 بتيكوال 1. 1 times 4 equal 4 بلس كام بقى؟ بلس 3 equal 7، يبقى 1 و 3 over 4. الديفيجن الجوريزم بتاعها بنكتب كده 7 over 4 زي ما احنا شايفين، وبنعمل 7 ديفايد على 4 بتيكوال 1. 1 اللي هو في الكوشنت، 1 times 4 equal 4، وباقي عندي هنا 3 كريميندر، يبقى 1 و 3 over كام؟ over 4. هنا بقى بيقول لي لو انا عايز اعمل evaluate ل 1 over 3 divided على 4، يعني عندي 1 over 3 وعايز اعملها divided على 4. اسهل طريقة او الطريقة اللي احنا عارفينها كلنا ان احنا بنعكس العلامة دي، يعني divided هنا بنعمله times
وال4 بنخليها 1 over 4. تمام، يعني ال1 over 3 بتنزل زي ما هي تايمز نعكس ال4 دي كأنها هي ال4 دي المفروض انها 4 over 1، بنخليها العكس بقى، بنقلبها بنخليها 1 over كام over 4. طيب دول عملتهم ايكوال مع بعض هيديني، طيب هنا ادي اهو 1 times 1 equal 1 و 3 times 4 equal 12. تمام، تعال نشوفها كده. هنا بيقول لي لو انا عايز اعملهم كده فبعمل ايه، بقلب مين، بقلب الفور بخليها 1 over 4 يبقى 1 over 3 times 1 over 4 ده بيكوال ال 1 times ال 1 equal 1 وال 3 over وال 3 times ال 4 بتيكوال 12. تمام، لو استخدم الاريا موديل انا هنا عندي 1 over 4 اهو، 1 over 3 اهو هو ده، وعايز اعمله دايفايدد على كام، على 4 equal part، يعني على 4 حتت كده كلهم قد بعض. لو عملت لها كده ريبريزنت هلاقي ان كل جزء منهم بيكوال 1 over كام، 1 over 12. تمام، using الاريا موديل to evaluate each of the following، يعني هنا عايز يعرف كل واحدة من دول عن طريق الاريا موديل. يعني مثلا هنا بيقول لي 1 over 5 دايفايد على 2، يعني هنا هرسم ريكتانجل هو كل اللي جواه 1 over 5، هنقسمه دايفايد على 2 يعني نخليه حتتين بس، يبقى كل واحدة بتيكوال كام، 1 over كام، 1 over 10. وكده بنقول ان 1 over 5 دايفايد على 2 بتيكوال 1 over 5 زي ما هي، وبنقلب ال 2 بقى، بنقلب العلامة الدايفايد بنخليها تايمز، وال 2 بنخليها 1 over كام، 1 over 2. طيب لما نعملهم تايمز في بعض 1 times 1 equal 1 وال 5 times 2 equal كام، equal 10. نمبر بي هنا بيقول 1 over 2 دايفايد على 7، 1 over 2 اهو اللي مرسوم عندي دايفايد على 7 يعني هنقسمه 7 equal part، يبقى المفروض ان كل جزء منه بيكوال كام، بيكوال 1 over 14. طيب يبقى ال 7 كده هنعكسها نخليها 1 over 7، والدايفايدد هنخليها كام، هنخليها تايمز، يبقى 1 over 2 times 1 over 7، 1 times 1 equal 1 وال 2 times 7 بتيكوال 14. 3 دايفايد على 1 over 4 تعال نشوفها، ادي 3 1 2 3 فوق اهم 1 2 3، وعايز اعملهم كل واحدة دايفايدد على كام، على الفور، يعني بخلي كل واحدة هنا 1 over 4 1 over 4 4 مرات، هنا برضو نفس الحكاية وهنا نفس الحكاية. طيب بعد كده عندي لما اعمل 3 دايفايد على 1 over 4 دي معناها ان انا ال 3 بنزلها عادي والدايفايد بعملها تايمز، وال 1 over 4 بنخليها كام، بنعكسها بقى بنخليها كام 4 over 1، وال 4 over 1 يعني بكام، يعني ب 4، يبقى 3 times 4 بتيكوال كام، بتيكوال 12. نمبر دي كان بيقول لي 6 دايفايدد على 1 over 3، 6 يعني كل واحد ان كده هعمل ريكتانجل كبير جواه 6 equal part زي ما احنا شايفين، وهعمل كل جزء منهم 1 over 3. تمام، دي معناها ان انا عندي 6 اهو وعايز اعملهم دايفايد على 3. تمام، طيب فكده كل جزء منهم بيكوال 1 over 3 1 over 3 1 over 3 وهكذا. طيب لما نعمل 6 دايفايد على 1 over 3 يبقى بنقبل تايمز دي دايفايدد، وال 1 over 3 بنخليها تايمز 3، يبقى 6 تايمز 3 بتيكوال كام، بتيكوال 18. find the quotient of each of the following، نخلي بالنا ان هو هنا ما قاليش حل بأنهي طريقة، يعني ما قاليش حل بقى بالاريا موديل ولا بالامبروبر على طول او بالفراكشنز، يبقى الطريقة بتاعتنا عادية خالص اللي هي ايه، ان احنا هننزل الاولاني زي ما هو اللي هو 1 over 7، وبعد كده نعمل الدايفايد ده منها تايمز وال3 نخليها 1 over 3. تمام، 1 over 7 times 1 over 3 هنعمل 1 times 1 بيكوال 1 وال 7 times 3 بتيكوال 21. بي بقى بيقول لي 1 over 2 دايفايد على 4، نفس الحكاية هنقلب اللي بعدها اللي هو بعد العلامة، يعني نعمل تايمز ونقلب اللي بعد العلامة اللي هو ال 4 نخليه 1 over 4، يبقى 1 times 2 times 1 over 4 بيكوال 1 over 8، لأن ال 1 times 1 equal 1 وال 2 times 4 بتيكوال ال 8. تعال نشوف سي،
بيقول لي 1 over 4 divided على 4. هنعكس بقى الفور التانية دي، هنعكس بقى الفور التانية دي اللي هي دي كده هنعكسها، يبقى 1 over 4 times 1 over كام over 4، ودول لما نعملهم times 1 times 1 بيكوال 1، وال 4 times 4 بتيكوال 16. اللي بعد كده هنا بيقول لي 1 divided على 1 over 5. تمام، فدي بنعملها ازاي؟ كده هنقلب برضو التاني، يعني هنعمل 1 times ال 1 over 5 دي هنخليها تبقى كام؟ تبقى 5 over 1. تمام، يبقى 1 times مع مين؟ 1 times مع ال 5 ده بيكوال 5. هنا برضو الليتر اي بيقول لي 3 divided على 1 over 3، فبنعمل ال 3 عادي، divided دي بنحولها ل times يبقى times، وال 1 over 3 بنقلبها يعني بنخليها كام؟ بنخليها 3، يبقى 3 times 3 بيكوال كام؟ بيكوال 9. طيب اخر حاجة هنا نمبر اف بيقول لي 6 divided على 1 over 5، فاحنا بنعمل ايه؟ هنقلب برضو التانية، يعني هنعمل ال divide دي نخليها times، وال 1 over 5 نخليها 5، يبقى 6 times 5 بتيكوال كام؟ بتيكوال 30. ده هنا اخر لسون في الكونسبت كله او في اليونت كله. هنا بيقول you plan to make a pizza party، يعني انت بتخطط انك تعمل بيتزا بارتي، حفلة بيتزا for each group of friends، لكل ايه جروب من الفريندز. when half a pizza is divided into 3 equal parts، نص البيتزا divided بنقسمه into 3 equal parts. how much does each person get of a whole pizza، يعني كده عايز يعرف كل بيرسون هياخد قد ايه. يبقى 1 over 2 divide على كام؟ على 3. طيب بنعملها ازاي بقى؟ بنخلي ال 3 دي تبقى 1 over 3، والدايفايد تبقى كام؟ تبقى times، يبقى 1 over 2 times 1 over كام؟ over 3. يبقى ده بيكوال كام؟ 1 times 1 equal 1، وال 2 times 3 بتيكوال 6، يبقى 1 over 6 of pizza. تمام، هنا بيقول لي a computer takes 1 over 300 of a second to complete math problem. How many math problems can the computer answer in 90 seconds؟ كده هناخد 90 هنقسمها divided على مين؟ على 1 over 3، على 1 over 300. تمام، طيب تعال نشوفها كده. 90 divided على 1 over 300 ده بيكوال كام؟ هنحول ال 300 هنعمل لها ايه؟ هنعمل التايمز الديفايدد هنا هنحولها تايمز، وال 1 over 300 هتبقى تايمز كام؟ تايمز 300، وده بيكوال ان انا هجمع كل الزيروز مع بعض يبقى 27,000 problems. لغاية هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وكده خلصنا اليونت كله. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. هستنى رأيكم في الكومنتات والجروبز لو في حاجة مش عارفينها. يلا باي باي.